صباح الخير، مساء الخير لكل الناس الباهية اللي تتابعني. مرحبا بكم من جديد في قناة نبض الحياة. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ومميز جدا. فيديو الدخول المدرسي اللي نحضروه كامل بحماس كل سنة. راح نشارككم البنات مشترياتي وتجهيزاتي للمدرسة وكل الأدوات اللي جهزتها خطوة بخطوة. خليكم معايا للأخير باش تشوفوا كل التفاصيل. كما راكم تشوفوا البنات أجواء الدخول المدرسي مع بناتي. في هذا الفيديو تشوفوا معايا التحضيرات الكاملة للعودة إلى المدرسة، من اختيار الأدوات والمستلزمات إلى ترتيب المحفظة ولمسات ناعمة بطريقة خاصة. أجواء كما تعرفوا كلها طاقة إيجابية وفرح، استعدادا لعام دراسي جديد مليء بالنجاح والتوفيق إن شاء الله يا ربي. بركة البنات باش نوريلكم محافظ تاع بناتي كما راكم تشوفوا. وبعض البنات وريتلكم الملابس تاع بناتي، وريتلكم الصبابط، وريتلكم القاشر، سيسك، الاكسسوار. هنا البنات هنا السرير تاع بناتي تريكاويتها كما راكم تشوفوا البنات. وبعض البنات دركا باش نوريكم مشتريات الادوات المدرسيه تاع بنتي الكبيره، داخله سنه اولى متوسطه كما راكم تشوفوا البنات. راح نوريكم الادوات المدرسيه اللي لازمها بنتي كما راكم تشوفوا. البنات كما راكم تشوفوا متحمسات جدا للدخول المدرسي والتحضيرات كما راكم تشوفوا. على بالي ضمن الأولياء مهما كان الأب أو الأم راهم تعبانين وكما نقولوا تحضيراتهم على قدم وساق بين الدار وبين في الشارع. على بالي بين الأولياء ذوك راهم تعبانين باش يوفروا لولادهم الأدوات والمستلزمات الدخول المدرسي. ان شاء الله يفوت علينا عام جديد ان شاء الله يكون عام خير بنجاح، وان شاء الله يفرحونا ويجيبوا نقاط باهية كما راكم تشوفوا البنات. نحب لحظة فتح المشتريات وكما تشوفوا تفاصيل صغيرة تصنع فرحة كبيرة. ودرك البنات مش نبدا نوريلكم كما نقولوا الادوات المدرسيه. كما راكم تشوفوا البنات بديت بالدفاتر والملفات والكرارس. شريت لها كراريس لكل ماده باش يكون كل كراس منظم، وتكون الملفات او الحافظه شريتها لها باش تلم فيها الأوراق تاعها وتحفظها من إنها تطيح لها ورقة أو تضيع لها. دونك شريت لها حافظة كما راكم تشوفوا. وبعد البنات هنا وريتكم دفتر المراسلة، لأنه دفتر الملازمة درك هو خاص بالتلاميذ المتوسطة، وانه يكون يرافقهم عام دراسي كامل، لانه هو صلة تواصل بين التلميذ وبين الولي وبين الادارة. فلازمهم دفتر المراسلة باش حتى الولي يكون مطلع على غياب ولده او بنته. إذا مثلا التلميذ أو التلميذة يكون مثلا عند غيب من أجل تأخير أو ظرف خاص أو مرض، يكون الولي
عنده علم بغياب ابنه، فلازم يبرر التبرير تاعو في الدفتر المراسلة. وهذه حاجة باهية انهم داروها كيما هكا، مش يكونوا الاولياء مرتاحين والادارة كيف كيف. دركا البنات مش نبدا نوري لكم نكمل لكم الادوات المدرسية تاع بنتي. بعد البنات دركا نوريت لكم الكرارس والملفات تاع بنتي. دركا نروحوا للادوات الاخرى كيما ادوات الرسم. الوان هي شفت لها الالوان الخشبيه وقلم تلوين باش تساعدها على تزيين الدفاتر وتجعل الكرارس عندهم ملاحظات ممتعه. زاد شفت لها ممحات ومبرايه كيما تشوفوا. لازمها يكونوا عندها لتصحيح الأخطاء والحفاظ على القلم الخاص، عفوا القلم الحاد. ونروحوا للبنات بالنسبة للرياضيات. عندها شفت لها مسطرة كوس منقلة. هذا من المهمين للرسم الهندسي والتمارين، يعني بلا بيهم التمرين ممكن يولي متاهة. وزيد تستعملهم للهندسة والواجبات. وشدت لها البنات أقلام ملونة باش كي تحب ترسم أي حاجة تجي في دماغها تلقى عندها أقلامها الملونة. وأي الألوان الملونة يعطوا لمس للكراس. لأنه في المتوسطة لازمهم التلاميذ يحافظوا على الكراس، لأنه الكراس عنده نقطة مهمة في المتوسطة، لأنه هو تابع للتقويم، عنده نقطة مع التقويم. لذا لازم على التلميذ إنه يحافظ على كراسه ويقوم بتزيينه. وحتى الأستاذ أو أستاذة كي يشوفوا كراس التلميذ منظم ومزين ومرتب راح يعطوله نقطة باهية في التقويم. إذا لازمهم يستحفظوا على كراسهم. وذرك البنات نكملوا كما راكم تشوفوا. على بالكم البنات الادوات المدرسيه تاع المتوسطه ماهمش كيما تاع الابتدائي، ياسر شوي وفيهم تعب كما راكم تشوفوا. هنا البنات نشرت لها كتاب انجليزي. قبل ما نهضر على الكتاب الانجليزي نقول لكم البنات الادوات المدرسيه منين شريتهم لبنتي. البناتي شريت لهم من ديجيتال بليس. تعرفوا الادوات تاع ديجيتال بليس البنات يبيعوا في حوايج باهيه ياسر اوريجينال. وخاصه العام هذا داروا بروموسيون باهيه للناس او للاولياء باش يشروا لولادهم. ننصحهم اذا مازلتوا ما شريتوش الادوات المدرسيه لولادكم ننصحكم بديجيتال بليس. وزاد شريت منها كما تشوفوا كتاب انجليزي طبعه جديده خلاص، لانه كتاب الانجليزيه تاع العام اللي فات واللي قبله واللي قبله طبعه تاعه ما عادوش يقروا بها. طلبوا معايا طلبوا منهم العام هذا نسخه جديده وطبعه جديده. حتى هو شريتهم لها من ديجيتال بليس البنات. كما راكم تشوفوا البنات، سامحوني البنات كان طولت عليكم الفيديو، حبيتكم تعيشوا معايا الاجواء وتخيروا معايا وتفكروني البنات اذا نقصت حاجه ولا اذا زدت حاجه ولا اذا حاجه نقصتني تكتبوا لي البنات في التعليقات. واذا عجبتكم الادوات البنات زادتك تقولوا لي في التعليقات. وشاركوني في التعليقات واش اكثر حاجه تحبوها في تجهيزات الدخول المدرسي. البنات دعموني شجعوني باش انا نتشجع ونهبط لكم مره على مره فيديو جديد.
كما راكم تشوفوا البنات. البنات مش نقول لكم البنات الادوات المدرسيه تاع الاولى متوسطه، نقول لكم تاع بنتي بقداه لي بري وقداه طلعوا لي البنات الادوات شريتهم لها. طلعوا لي البنات كيما 400 وحاجه كيما هكا. والكتب البنات 12 كتاب هما شريتهم ب200 وهكا 60 حاجه كيما هكا. شريتهم حتى هما من ديجيتال بليس الكتب. وبركة البنات مش نكملوا الادوات المدرسيه. البنات هنا شريت لها زوز كناش، واحد تاع لي لونغ وواحد تاع عربي، باش تدون فيها اي حاجه شرحها استاذ او استاذه تكتبها في الكناش، باش في وقت التقويم او الامتحان كي تحب تراجع تلقاها سهله وتلقاها تهزها في راسها. وهنا البنات شريت لها كرافيز صغيره باش تلصق بها اوراقها سوجياتها اي حاجه تطبعها لها استاذتها او استاذها تحكمها بالكرافيز باش ما تروح لهاش كما راكم تشوفوا البنات. والادوات الاخرين البنات راكم تعرفوهم كما راكم تشوفوا. نزلت البنات في الادوات تاع بنتي الكبيره تاع اولى متوسطه. كما راكم تشوفوا البنات نسيت ما قلت لكمش مش نقول لكم على الطباشير. هنا البنات ماهوش طباشير تاع بنتي تاع الاولى متوسطه. طباشير هذا البنات خاص بنتي الصغيره. البنات غلطت اني حطيته مع ادوات بنتي الكبيره باش البنات ما تقولوش لي كيفاش شاريه لبنتك طباشير وهي في المتوسطه. سامحوني البنات. كما راكم تشوفوا البنات. هنا البنات وريت لكم الادوات المدرسيه تاع بنتي الكبيره كما راكم تشوفوا. درك البنات قبل ما ندخل نوريكم الادوات المدرسيه تاع بنتي الصغيره، مش البنات نوريلكم اللانش بوكس تاع بنتي حتى هي شريتها لها مع الادوات المدرسيه كي راكم تشوفوا البنات. باش تحط من فيها لمجتها لانه حتى هما البنات المتوسطه دايرين لهم لمجه وعندهم راحه كيكا ربع ساعه ماكسيموم البنات باش ياكلوا فيها حتى هما لمجتهم. اذا شريت لها اللانش بوكس تاعها هذه باش تحافظ لها على لمجتها البنات. وش رايكم فيها البنات؟ قولوا لي البنات اذا نتوما شريتوا لبناتكم لانش بوكس كيما هذه. البنات باش نقول لكم على البري. شريت لها اللانش بوكس تاعها ب25,000 كيما هكا. وبركة البنات مش بعد ما كملت مشتريات ومستلزمات تاع بنتي الكبيرة راح نوريلكم مستلزمات او الادوات المدرسية تاع بنتي الصغيرة كما راكم تشوفوا. قبل ما نروح للادوات المدرسيه للبنات تاع بنتي الصغيره نسيت مش نوريلكم البنات هنا كيفاش
نحط الأدوات الصغيرة، الحوايج الصغيرة في الميح كيما نقولوا المقلمة أو دروز كيما راكم تشوفوا. البنات هنا شريت لها لبنتي مقلمة كبيرة فيها زوز سناصر باش تلملاها الأدوات تاعها الخفيفة كامل. شريتها لها البنات ب100,000. وش رايكم فيها البنات؟ قولوا لي البنات في التعليقات اذا عجبتكم. لانها البنات حابين نشري لها واحده كبيره باش تحفظ لها الادوات تاعها وما تضيع لهاش وما تروح لهاش كما راكم تشوفوا. ومن بعد البنات ما حطيت الادوات في المحفظ في عفوا في المقلمة تاع بنتي. نروحوا البنات الادوات المدرسية الخاصة ببنتي الصغيرة تاع الابتدائي كما راكم تشوفوا. نقولكم البنات سامحوني كان طولت عليكم الفيديو. حبيتكم تعيشوا معايا الاجواء وتشوفوني كيفاش قمت بتجهيز ادوات ومستلزمات بناتي. هنا البنات كملت حطيتهم في المقلمة وقفلتها المقلمة كما راكم تشوفوا. راح نروح للبنات نوري لكم الادوات المدرسية تاع بنتي الصغيرة. كما تعرفوا البنات الادوات المدرسية تاع الابتدائي حلوين ياسر 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 وما همش ياسر كما راكم تشوفوا. دونك يتلموا في ساعة ويتوروا في ساعة كما راكم تشوفوا. هنا راح البنات راح نبدا نوري لكم الادوات. البنات لا البنات شريت لبنتي 3 كراريس تاع 96. هما البنات حاطين في لاباج او في البلتان تاعها حاطين زوز كراريس 64. صوفي يكون راس واحد القسم واحد يقسموه. انا حبيت نشري لها 3 كراريس باش كل ماده تكتبها في كراس ويكون باش يقعدوا حتى الكراريس تاعهم منظمين. واحد حطيته خاص بالقسم واحد خاص بالمحاولات وواحد خاص بالاختبارات. دونك شريت لها 3 كرارس. وانتوما البنات قولوا لي سنه ثانيه شريتوا زوز كرارس ولا 3؟ تقولي في التعليقات البنات. كما راكم تشوفوا البنات شريت لها 3 غلافات باش تغلف بيهم كرارسها. شريت لها البنات مقلمة حتى هي مقلمتها كبيرة باش تملاها الادوات تاعها. وهنا شريت لها بطاقات كما راكم تشوفوا. شريت لها البنات زوز طباشير زوز انواع تاع طباشير ونوع تاع الوان ونوع طباشير ابيض. البنات بنتي شتت تشري طباشير ملون لكن هما في المدرسة ممكن طالبين الطباشير الابيض على الملون لانه الابيض يحافظ على طبلية ولانه الطباشير الملون ممكن يوسخ طبلية ووسخ اليدين تاع الاولاد. فانا شريتهولها
وهنا البنات شفتوني وريت لكم السلايم، لانها بنتي تحب السلايم وبكت حابة اول حاجة تشراها من الادوات هي سلايم. شرت لها البنات سلايم كيما راكم تشوفوا. والبنات هنا البنات شرت لها القراصات والخشيبات وهما ما همش كاتبينهم في القائمة. ما على باليش مازالوا يستعملوا في الخشيبات والقراصات سنة ثانية. قولوا لي البنات اذا مازالوا يحتاجون ومازالوا يقروا بهم القراصات والخشيبات ولا لا. قولوا لي البنات واش رايكم في الادوات المدرسية تاع بناتي. كيما راكم تشوفوا البنات كيما راكم تشوفوا البنات جهزت لهم الادوات المدرسيه معاهم. كما تعرفوا البنات نحن قبل البنات كنا الادوات المدرسيه نشروهم بعد ما ندخلوا. كانوا الاساتذه بكري يعطونا ويكتبون الادوات في الكراس تاع الاوساخ او ورقه تداها معاك باش تكتبي فيها القائمه. ودرك الوقت تبدل ولازم الادوات المدرسيه لازم يكونوا يرافقوا التلميذ في اول الدخول المدرسي. لانهم قاعدوا درك قاعدوا يكتبوا تلقيهم الادوات مكتوبين في لاباج والا درك قاعدوا كاتبينهم في البلتان. كما راكم تشوفوا البنات وليت شريت لهم الادوات المدرسيه تاعهم مع الدخول المدرسي. انتوما البنات قولوا لي شريتوا الادوات المدرسيه تاع ولادكم قبل الدخول المدرسي ولا تستنوا حتى يكتبوا لهم في القسم. ونسيت باش نقول لكم البنات على البري تاع الادوات المدرسيه تاع بنتي الابتدائي. الادوات المدرسيه البنات شريتهم ب250,000 هكا كيما هكا البنات. وهنا البنات هنا كملت البنات وريت لكم ادوات المدرسيه تاع بنتي الصغيره كما راكم تشوفوا البنات. كل شيء ان شاء الله جاهز لبنات اليوم كما راكم تشوفوا للعودة الميمونة الى المدرسة. وهنا البنات نسيت ما وريتلكمش الطبلية تاع بنتي. وبنتي الكبيرة البنات شريت لها طبلية بيضة كما راكم تشوفوا البنات. وبعد البنات بعد ما وريت لكم البنات الادوات المدرسيه تاع بناتي ومستلزمات وش حضرت لهم وجهزت ليهم. درك البنات البنات هنا مش حبيت قبل ما يروحوا يقروا البنات نجهز لهم لمجتهم في الليل لانه في الليل خي نجهز لهم اللمجه تاعهم في اللانش بوكس تاعهم نحطها لهم على جنب باش كي ينوضوا الصباح يلقوها منظمه. يروحوا طول يحطوها في كرطابلاتهم ويروحوا المدرسه باش ما يتاخروش على المدرسه.
كما راكم تشوفوا البنات حبيت ندير لهم وجبة صحية، وجبة كما تقولوا تاع هما اللي يحبوها الولاد كما السقايط. هنا البنات باش نوري لكم وش هي الوجبة اللونجة اللي درتها لهم في اول دخول مدرسي. كما راكم تشوفوا البنات حطيت لهم الجاتو، حطيت لهم هنا البنات مش نقص لهم الجزر قطع صغيرة باش يقدروا ياكلوهم. كما راكم تشوفوا البنات بعد البنات دركا راح نقص لهم الخيار. كما راكم تشوفوا حتى هو نديروا مدورات كما راكم تشوفوا باش يسهل ليهم حتى هما باش ياكلوا لمجتهم في ساعة ما يطولوش وما تجيهم خفيفة كما هكا تشوفوا البنات. وبعد البنات باش نحط لها فيتا جي تاعها كما راكم تشوفوا. وزيد البنات باش نحط لها تمر. كما تعرفوا التمر باهي ياسر للاطفال، يقوي لهم كما تقولوا يعطي لهم القوه للبنات. وكما راكم تشوفوا حاجه صحيه، حاجه باهيه. كما راكم تشوفوا البنات. وهنا البنات كملت لانش بوكس تاع بنتي الصغيره كما راكم تشوفوا. نقفلها البنات ونحطها على جنب. درك البنات نروحوا للانش بوكس تاع بنتي الكبيره حتى هي نحلها لها ومش نحط لها فيها لمجتها كما اختها كما راكم تشوفوا البنات. هنا البنات في لانش بوكس هذه اللي شريتها لبنتي عجبتني فيها عفسه، انها كاينه واحد كما هكا عفسه تقدري تزيدي فيها الحجم او تنقصي فيها كي تظلي اللمجه تاعها صغيره تنقصي فيها، كي تظلي اللمجه تاعها كبيره تكبري فيها. يبقى عجبتني اللقطه هذه البنات كما راكم تشوفوا. راح نحط البنات حتى هي فيها جاها نحط لها فيها حاجه كما سقايط، وحاجه نحط لها فيها وجاها نحط لها فيها حاجه صحيه كما راكم تشوفوا. هنا البنات بعد ما حطيت لها جاتو حطيت لها نروح ونحط لها البنات الجزر الكاروت بعد ما قصيته دويرات وحطيته في اللانش بوكس. نروح للجهه الاخرى البنات باش نحط لها فيها الفيتا جي والتمر كما راكم تشوفوا البنات. وهنا البنات بعد ما حطيت لمجة بنتي الكبيرة راح نروح نقفل اللانش بوكس تاعها البنات. نحطها على جنب. ونروح البنات نكمل اخر تحضيرات ادوات المدرسية تاع البنات. وهي البنات اني راح نحط برك الادوات المدرسيه البنات في كل محفظه تاع بناتي باش الصباح
يلقوا كل شي واجد من الأدوات ومن لمجتهم. إن شاء الله البنات يكون يوم باهي ليهم، وإن شاء الله يكون عام فيه إن شاء الله عام فيه الأفراح، فيه نجاح، وعام مليء بالأفراح إن شاء الله يا ربي. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله كنت خفيفة عليكم، وإن شاء الله ما كنتش طولت عليكم الفيديو، وإن شاء الله ما تكونوش قلقتوا منه. إن شاء الله ما تنسوش البنات تكتبوا لي رايكم بالتعليقات، وإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة نبض الحياة باش يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ونقولكم البنات تهلاو في رواحكم، ونشكركم على المتابعة، وإن شاء الله نلتقي في فيديو جديد ومن قناة نبض الحياة البنات. نقولكم البنات مع السلامة، باي.